فندق مشاهير تركيا يعتبر من أفخم الفنادق اللي في التركيش ريفيرا أو سواحل تركيا، وواحد من أقوى البراندز العالمية الفخمة اللي تابعة لفنادق ماريوت. تعالوا أخدكم تور في The Bodrum Edition. أول ما وصلنا لقيناهم مستنيينا ودخلنا اللوبي ومعملناش تشيك ان عادي، لقيناهم بيقعدونا في اللاونج بتاعهم ولقيناهم بيجيبوا لنا الهوم ميد بيستاشيو ايس كريم بتاعهم، وده بالنسبة لهم مكان الويلكم درينك، بيعملوه ايس كريم مخصص بس لبراند اديشن. بصراحة كان من أحلى الايس كريمز اللي كلتها في حياتي. وبعدها جالنا حد من الفرونت اوفيس لحد عندنا، وأول ما عرفوا إن احنا هانيونرز عملوا لنا أبجريد على طول. ودلوقتي هاخدكم في تور للأبجريدد ديلوكس سي فيو روم بتاعتهم. اوريكم اي حاجه. بصوا الكارت It's very sustainable، معمول من الخشب. وبصوا اصلا المكان اللي احنا فيه ده الكوريدور عادي بتاع الروم. نبتدي التور بالحمام عشان هو بجد بالنسبه لي من احلى الحاجات واحلى الحمامات اللي شفتها في اي اوتيل. اول حاجه الحمام فيه باث توب، الفيو بتاعه البحر، هوريلكم كمان شويه. التفاصيل بقى الخطيره بتاعت ان هم حاطين بابل باث هوم ميد، يعني ده البراند بتاعهم، براند اديشن هوم ميد. جنب الباث توب الفوطه رولز، يعني مش معموله كده فتاخد مساحه ويبقى شكلها شويه مش ماشي مع الفايب، لا عاملينها كده وبعديها انتوا بقى بتفردوها. هي دي التفاصيل اللي بتفرق اوتيل لوكسجري من اوتيل بريميوم او اوتيل عادي. طبعا حته ان يكون في 2 حوض دي حاجه مهمه جدا عشان لو 2 مع بعض. كل حاجه هنا معموله بجد كاستمايزد، معموله بالبراند بتاعتهم. يعني السوب، بصوا يا جماعه السوب بجد تحسوها ديور سوب خطيره. حاطين ميه، شاور كاب، الدنتل كيت. في بقى الكيت دي ده الدراير. بصوا بجد الشنطه عامله ازاي، شنطه لذيذه قوي. هتلاقوا معظم البرودكتس بتاعتهم جايبينها من براند اسمها لولابو، ودي معروفه جدا باللوكسجري ناتشورال برودكتس. وحاجة لازم تعرفوها ان لو خدتوا البرودكتس دي معاكم وانتوا ماشيين هتدفعوا حوالي 30 يورو على البرودكت الواحد. كمان اللي عجبني قوي هو الستارة اللي لما بتيجوا تقفلوها بتقفل الجزء بتاع الحمام كله عشان تدي خصوصية اعلى. تعالوا بقى اوريكم الحاجات. طبعا كل الناس اللي بتشوف الشانل بتاعتي عارفه ان انا الكوفي ماشين بالنسبه لي حاجه مهمه جدا في اي حته. حاطين الاسبريسو هنا، دي ازاز الميه بتاعتهم يا جماعه، حاطين ازازه عاديه، هي ازازه very neat، كل حاجه بجد. بصوا يعني تحفه. هنا حاطين طبعا الكابسولز، وكان في درج بقى تحسوا ان هو سحري، في سناكس وسان سكرين واي حاجه ممكن تحتاجوها في الاوتيل. الدرج اللي بعديه كان فيه كتل والكوبايات، واخر واحد بقى كان فيه شبشب لذيذ جدا، وده تقدروا تاخدوه كهديه من الفندق ليكم. هنا حاطين الميني بار. اول ما دخلنا لقينا مكتوب ويلكم ليتر، يعني مش مكتوبة عادي، مش حد اللي هو مثلا برينتد محطوطة في كل حتة، لا هي مكتوبة بخط الإيد. مبدئيا كاستمايز بالاسم بتاعي اللي انت هتسكن فيه. هنا في زي نيوزلتر دي فيها كل حاجة محتاجين تعرفوها عن المكان أو الأوتيل، هوريكم كل التفاصيل دي. وكمان دي الاكتيفيتيز بتاعت اكتوبر، يعني مثلا النهارده احنا مش فاكره احنا كام النهارده، بس في يوجا كذا يوم، يا رب نلحق اليوجا. كان لذيذ قوي لو حد عايز يشتغل او كده. مش عارفه اوصف لكم قد ايه السرير كان مريح وحجمه حلو جدا. كل الشيتس والحاجات اللي هم حاطينها على السرير كانت كلها قطن ومريحه بشكل غير طبيعي. وجنب السرير هتلاقي فيه زراير تقدر تتحكم بيها في كل الانوار اللي موجوده في الاوضه، وطبعا في داي لايت ونايت لايت خطير. واخر حاجه بقى هي البلكونه اللي بتبص على منظر تحفه للبحر في بودروم. بجد المنظر تحفه. يلا بينا نشوف بقيه الاوتيل الخاص.
الفندق فيه 110 رومز بكاتيجوريز مختلفة. ديلوكس رومز بتبص على الجاردن والسي فيو، في كمان لوفتس، سويتس وفيلاز خطيرة. واللي بجد السبيس بتاعه بهرني هو الانفينيتي بول. البيتش بتاعهم في مكان حلو جدا على البحر، المية تحفة، وهتلاقوا لاونجز مختلفة وخاصة جدا. حتى لو كنتوا قاعدين في زحمة فهتحسوا دايما ان انتوا لوحدكم. الفندق موجود فيه 5 ريستورانتس وبارز، واشهرهم مطعم كيتشن اللي فيه الميشلان ستار شيف عثمان سيزنار، واللي بيتميز بالايجين والاناتوليان كوزين، وهما المطبخ التركي ومطبخ بلاد البحر المتوسط. والشيفs اللي بياخدوا ميشلان ستار دول بيكونوا شيفs واخدين نجمة عالمية، وده معناه ان اكلهم والمطعم اللي بيشتغلوا فيه والسيرفيس على اعلى مستوى. كده دايما هتلاقوا الميشلان ستار شيفs او ريستورانتس بيكونوا غاليين جدا اكتر من العادي. فندق اديشن بيهتم جدا بفكرة الويل بينج او الحياة الصحية. هناك لقيناهم عاملين سبيسز مختلفة لليوجا والبيلاتيز، وكمان الجيم بتاعهم كان خطير. وطبعا مش هكلمكم على حلاوة السبا. ايه ده؟ فعلا كده تفتكر ممكن نقطفها؟ ده فيه اسمه ايه، رمان، وهنا تقريبا ده برتقال ولا ايه، ليمون، مش عارفه. تحفه. وكمان هناك هتلاقوا الرومز موجودة في حتة برايفت، والكارت نفسه مش اي حد بيفتح المنطقة دي. يعني لو حد مثلا جاي المطعم ما ينفعش ابدا ان هو يخش المنطقة اللي فيها الرومز. وبالليل بقى يا جماعة الفندق كان خطير، مهتمين جدا بالإضاءة اللي أول ما تقعد فيها هتحس براحة نفسية مش طبيعية. واللي عجبني جدا إن هما مش ناسين الثقافة بتاعت البلد. يعني مثلا في عادة في تركيا إنه دايما لو حد مسافر بيرموا عليه مية بعد ما يمشي بالعربية. لما عرفوا ان احنا رايحين من بودروم لإزمير لقيت الفاليه بيرمي علينا مية عشان كأنه بيقول لنا انه رحلة سعيدة. دخلنا العربية لقيتناهم حاطين لنا ازازتين مية ساقعة عشان الطريق. التفاصيل دي هي اللي بتخلي الواحد يبقى عايز يجي مليون مرة تاني الأوتيل بجد. والناس لذيذة قوي، فبجد اديشن a million out of 10. It's perfect. It's perfect. It's perfect. We highly recommend edition. فظيع. الفندق موجود في حتة حلوة جدا في غرب بودروم جنب يلي كافاك مارينا، ودي اللي كان فيها المول اللي كله لوكسجري براندز اللي حكيت لكم عليه في الفلوج بتاع بودروم. لازم تكونوا عارفين ان التفاصيل دي كلها هتخلي الفندق ده غالي جدا. هو بيرينج ما بين 800 يورو ل 1000 أو 2000 يورو في الهاي سيزون. وما تنسوش تتفرجوا على الفلوج بتاع بودروم اللي فيه بقول لكم كل التفاصيل تعملوا ايه هناك، سواء عايزين تجربوا الحياة الفاخرة والغالية او عايزين تقعدوا في الحياة البسيطة في شرق بودروم. اشوفكم في السفرية اللي جاية.